عودة لحضراتكم مرة تانية، ودايما بنقول ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. ده المثل المشهور جدا اللي احنا ما بنطبقوش ابدا في حياتنا. دايما نحس ان اليوم بيعدي، سنة بتعدي، فجأة تلاقي عمرك عدى وتقعد تحاسب نفسك، يا ترى العمر اللي فات عملت فيه ايه وحققت اللي انا عاوزه ولا ما حققتوش، واللي فاضل هعرف احقق فيه حاجة ولا لا، وندخل في نفس الدوامة. خلينا ناخد من شهر رمضان مثال بسيط. شهر رمضان شهر كامل ربنا سبحانه وتعالى خلاه لنا هديه علشان ندير فيه وقتنا بشكل كويس جدا، نقدر نتعبد فيه ونقدر نلم الصحاب والاهل ونقعد معاهم ونجدد علاقاتنا الاجتماعيه بالناس، نتسامح، نقسم وقتنا. لكن للاسف الوقت بيضيع مننا، اما طول الوقت قدام التلفزيون، طول الوقت نايمين، او طول الوقت حتى في التعبد دون النظر للاشياء الاخرى المهمه في الحياه. يا ترى ازاي ندير وقتنا بشكل جيد يؤهلنا لاداره الوقت طوال العام؟ ده اللي هنحاول نعرفه من خلال لقائنا النهارده مع الاستاذه زمزم احمد، مسؤوله البرامج التنمويه واداره الوقت. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. يعني انا عايز بس حضرتك توضح لنا في الاول، هي مساله اداره الوقت دي موهبه ذاتيه، يعني بتفرق من بني ادم للاخر؟ يقول لك ده بيعرف يدير وقته ويظبط وقته، ولا دي حاجه مكتسبه ممكن البني ادم يكتسبها من خلال مثلا دورات، من خلال تاهيل، من خلال حاجات بالشكل ده؟ طب ممكن في الاول بس اعرف معنى الوقت بالنسبه لنا ايه؟ اه الوقت ده نادر جدا، ممكن بيخلص بدون ان احنا نستثمره، وما ينفعش نرجعه تاني وهو بينتهي. طب ليه؟ ازاي بقى نستغله ونديره صح؟ الاداره دي بتبقى بالتدريب. ممكن حد ما يبقاش مولود دي مش موهبه، مش بالفطره، بس بنكتسبها. طب بنكتسبها ازاي؟ عن طريق التدريب عليها، اخد كورسات، دورات. احنا كمؤسسه بندي زي كورس، برنامج تدريبي لتاهيل انا الشباب. بس عايز حضرتك متخصصه يعني تقولي لي إن يعني احنا في تعاملاتنا العادية بنلاقي ناس من قرايبنا، من زمايلنا، تلاقيه عارف قيمة الوقت كويس جدا وبيديره بصورة ممتازة، وده دايما بيبقى شخص ناجح. وشخص آخر لا، يعني الدنيا ماشية معاه كده، يعني ما فالسؤال دي يعني مسألة موهبة، ولا حضرتك بتقولي لي احنا بندي دورات؟ يعني اللي عنده هي الموهبة ده خلاص جزء منها ده. موهبه، بس جزء منها تدريب وبرنامج، وهو كورسات بياخدوها. كويس. طيب في اللي هو زي مصفوفه ستيفن كوفي، لما قال لك بنقسم الوقت ازاي، مستعجل وغير مستعجل، مهم وغير مهم. احنا لو حطينا الجدول ده قدامنا ونظمنا وقتنا بالنسبه دي، هنلاقيه ان هو انجز معانا وخلصنا وقت بسرعه، وانجزنا المهمه واهدافنا اللي احنا عايزينها واحنا راغبين فيها. يعني كل يوم الصبح مثلا اقوم احط لنفسي مجموعه من الاهداف، اشوف ايه الحاجات المستعجله جدا والحاجات اللي ممكن تتاجل، ايه الحاجات المهمه بالنسبه لي والحاجات الاقل اهميه، وابتدي على هذا الاساس ان انا اعيش يومي. بالظبط. هو مش شرط بقى بيوم، بشهر، سنه. انا عندي خطه بلان انا اعملها، مثلا ماستر اخلصه في فتره معينه، فبعمل ايه المهم وايه المستعجل بالنسبه لي، ايه الغير مستعجل بس مهم بالنسبه لي، اللي هو زي مثلا بنزين، انا عايزه اعمل بنزين فده مهم بس مش مستعجل، فممكن اجله بعد فتره. ايه اللي مش مهم وايه والغير مهم، غير مهم وغير مستعجل معايا، اللي هو زي مثلا دردشه على النت، طب ما دي مش مهمه معايا، طب ليه اضيع وقتي وبستثمره غلط؟ عندنا برضو مصفوفه اللي هي 20/80. طب دي انا ممكن استثمر وقتي 20% من وقتي وانجز منه 80% من اهدافي، وده بيتيح لي فرصه ان انا اقعد مع الاهل في رمضان، ان أنا اعمل هوايات انا عايزها، اتعلم واقرا كتير في المجال اللي انا عايزه. في ناس بقى بتستغل 80% من وقتهم مقابل ان هم بينفذوا 20% من هدفهم. طب فده بيدي ايه؟ لاهدار الوقت. طيب هي في جزئية يعني الناس برضو بتبص لها ومش يعني محتاجه توضيح من حضرتك. يعني احنا عندنا مثلا امثال شعبيه يقول لك صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق، يعني كلام دارج، او يعني في بعض الاحيان له طبعا اساس من الصحه. وفي احيان اخرى بنلاقي شخص مثلا بينجز شغله على الكمبيوتر، وفي موبايل على ودنه بيخلص بيه حاجه ثالثه، وواحد بيكلمه مثلا في مركز الشغل معايا. هو مركز في الثلاث حاجات، يعني بالظبط. بيخلص حاجه على الكمبيوتر وبيكلم واحد على الموبايل اعمل كذا سوا، ومثلا موظف قدامه ثالث بيقول له على مشكله بيقول له لا روح مش عارف اعمل. دي ما بتجيش مره واحده، دي بالتدريب والبراكتس باستمرار. انا مش مره واحده ابقى مركز في 3 حاجات، زي اللي هو في لكن ده صح ولا غلط؟ لا صح. في بعض الناس بيبقوا قادرين يجمعوا بين 3 حاجات، في بعض الناس ما بيبقوش قادرين، دي حسب مهاراتهم الشخصيه. لكن انا ممكن انميها واطورها، زي تعلم اللغه. هو بالنسبه لي ممكن يبقى صعب في الاول ان انا اتكلم واكتب في نفس الوقت، بس باستمرار
والتعود عليها والبراكتس ليها، فانا جمعت بين ممكن اكتب واقرا واتكلم مع حد قدامي. طب ما خلينا نطبق ده على شهر رمضان اللي احنا عايشين اليومين دول، ونشوف كده يعني ندي نصيحة للمشاهدين ازاي في وسط زخم المسلسلات ده ويعني الزحمة اللي في التلفزيون والزحمة اللي في الحياة وان الناس طول السنة ما بتكلمش بعض وما بتشوفش بعض، ودي فرصة للتلاقي، والناس طول السنة للأسف ناسية ربنا وناسية عباداتها وبتفتكرها في شهر رمضان، فعندنا زخم في كل حاجة. ازاي ممكن اليوم يمر بين العبادة وبين العلاقات الاجتماعية الكويسة وبين ان انا اعمل شغلي وما نمشي واقول لا انا صايم فما اروحش؟ يعني اليوم اديني يعني مثال اليوم. بحاول وست البيت اللي بتطبخ زي ما انا كمان. زي ما انا قلت الاول اللي هو مصفوفه الاولويات بتاع ستيفن كوفي. بحدد بعمل الجدول بالنسبه لي يوميا، الشغل ده لازم انا هروحه، فبروحه من الساعه كذا للساعه كذا. هاجي من الشغل، طب انا عايزه اقرا قران، ممكن في طريقي وانا رايحه الشغل بقرا فيه قران. العبادات انا الصلوات، صلاه التراويح بعد ممكن خلال فتره الفطار كلنا بنبقى متلمين حوالين مائده واحده، فدي بعمل ترابط اجتماعي في الفتره ديت. فمن من الفطار للتراويح فده في ترابط اجتماعي، بلس ان احنا بنروح مع بعض صلاه التراويح. ممكن لما بنيجي من الصلاه بقى ممكن تتابع، لو انت عايز تتابع مسلسلات بتنظم مسلسلاتك. اكيد مش هتفرج على كل المسلسلات كل القنوات وهتعبد مع ربنا، وبلس ان انا كمان ان انا تكافل اجتماعي، ده مش هينفع. فانا قلت بقى مصفوفه الاولويات ان انا بحدد ايه المستعجل وايه المهم بالنسبه لي، ايه اللي المفروض ان انا اعمله النهارده وايه اللي اعمله بكره بس. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيبه طيب. استاذه زمزم. وبنخرج مع حضراتكم لفاصل وبنعود من بعده بتاني فقراتنا النهارده في يسعد صباحك، وهنتكلم عن التغذيه والتغذيه في رمضان، التغذيه الصحيه اللي ما تزودش الوزن وفي نفس الوقت ما تخليش فيه مشاكل صحيه، يعني الغذاء المتوازن. ضيفنا هيكون الدكتور نبيه عبد الحميد رئيس مركز معلومات سلامه الغذاء.